بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. عودة إلى الزمن الجميل. قرش وقرشين و5 قروش النحاس زي ما انت شايف معايا حضرتك كده. الناس اللي حضرت الكلام دوت أكيد هتعرفوا. واحنا عاملين الفيديو ده عشان خاطر الأجيال الجديدة اللي ما تعرفش الكلام دوت يعرفوه. ده قرش، 1 قرش مكتوب عليه تاريخ، هم كلهم عامة تاريخ الإصدار بتاعهم 1984 و1404 هجريا. العملة الأولانية ديت قرش، والعملة اللي بعديها قرشين زي ما انت شايف معايا كده 2 قرش، والعملة اللي بعديها 5 قروش زي ما انت شايف معايا كده. العملة من النحاس. الجنيه القرش صغير جدا زي ما انت شايف. ادي القرش وادي القرشين وادي ال5 قروش. دي العملات المصرية يا جماعة اللي كان زمان شغالة واحنا صغيرين. 1984 5 قروش، 1404 هجريا 1984 جمهورية مصر العربية، عليهم ال3 أهرامات زي ما انت شايف كده. نفس الحكاية، ادي القرشين 2 قرشان 1404 هجريا 1984 ميلادية جمهورية مصر العربية، نفس الشكل. القرش ده بقى صغير جدا جدا، يعني 1 قرش نفس التاريخ 1404 هجرية 1984 جمهورية مصر العربية، مكتوبة بطريقة جميلة. والظهر الأهرامات زي ما انتم شايفين معانا. أجمل ما فيها صراحة الكتابة اللي عليها مكتوبة بخط جميل. ودي عملات صراحة لا تنسى. الأجيال اللي هي كبيرة شوية يعرفوها، اللي هم عندهم 50 و60 سنة يعرفوا الكلام دوت. أما الأجيال الصغيرة أكيد ما تعرفش، أو أكيد شافتها على النت فقط، ما حضروش الكلام ده. طبعا انت يعني هنحاول نعمل لكم فيديوهات كتير عن العملات التذكارية المصرية القديمة بكل مناسباتها. تابعونا برضو. ولو حضرتك عندك عملات زي كده يا ريت برضو تراسلني، لان انا عندي هواية جمع العملات دي. الحاجات دي قديمة عندي من زمان، فوجدتها عندي فقلت اعملها عشان خاطر الناس تشوفها. برضو في عملات تانية 10 قروش، وفي عملات تانية 5 قروش بأشكال مختلفة كتيرة خالص. ده كان فيديو النهاردة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.